السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، ومن كيلو دقيق عملنا معشوقة الأطفال. مش هنقول معشوقة الجماهير، لا، الأطفال الكبار والصغيرين بيحبوها، بس الأطفال أكتر ناس متعلقة بيها. كيلو دقيق وعلبة تونة عملنا أحلى بيتزا. لو عايزين تعرفوا الطريقة والوصفة يلا تعالوا معايا بسرعة في الفيديو وانتوا تعرفوا البيتزا بحركاتها وتركاتها، وأبسط من البساطة. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. يلا تعالوا ادخلوا عندي على الفيديو ونتفرج ونعمل الوصفة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفة سهلة وبسيطة. عندنا هنا ده كيلو دقيق. كيلو ايه دقيق نخلناه كده. لازم تنخلي الدقيق كده علشان ايه؟ لو في اي حاجة يعني ايه غريبة كده. وحطينا رشة سكر كده نقلبها، وهنحط رشة ملح. ملح ده سنة في اي معجنات، حطي كده يعني ايه، معلقة ملح صغيرة. وهنقلب كده. وصفة سهلة وبسيطة، معشوقة الأطفال. أنا بسميها مش معشوقة الكبار، لا، معشوقة الأطفال. كل الأطفال بيحبوها والكبار برضو، بس الأطفال متعلقين بيها أكتر. يبقى كيلو دقيق كده حطينا رشة ملح ورشة إيه، ورشة سكر. وعندنا هنا ده كيس خميره فوريه، اللي هي الخميره سريعه الذوبان. وعملنا ايه؟ حطينا معلقه دقيق وشويه ميه دافيين. بنختبر الخميره علشان لما تعملي الوصفه بتاعتك ما ترجعيش ايه يعني الوصفه تبوظ منك، او الخميره ما تكونش كويسه. فكده ايه، بنختبرها ونيجي نازلين بيها على الايه، الدقيق اللي عندنا. وصفه سهله وبسيطه. طبعا هنعجنها بايدنا يعني، بس ايه، بنعمل كده المكونات الاول في بعضها يعني. نخلط المكونات في بعضها خلاص. وهننزل عندنا مج زيت صغير كده، زيت زيتون او اي زيت طعام عندك، حوالي 3 معالق يعني. وبرده نقلب. وعندنا هنا كوبايه ميه دافيه. مش هنزل بالكوبايه كلها، هنزل شويه شويه، علشان اي حاجه هتعجنيها او اي دقيق يعني بتحطي له ميه قد ايه حسب نوعيه الدقيق اللي عندك. يعني في دقيق بيشرب ميه، وفي دقيق ما بياخدش الميه من ايه مننا. فهننزل شويه شويه. طبعا كده بقى انا هعجن العجينه كلها واشوف لو عايزه كميه ميه وايه، وارجع لكم تاني. طبعا هنعجنها بايه، بايدينا. بصي يا حبايبي، كده عجننا العجينه. بس نسيت اقول لكم بحطوا شويه خل. الخل ليه؟ بيخلي العجينه لونها ابيض وبيديها طراوه حلوه قوي. فحطوا معلقه خل او معلقتين خل كده. حاسه ان الطبق هيبقى صغير عليها، احطها في طبق ايه، طبق اكبر شويه. نبل ايدنا كده ميه او ايه، هي العجينه كده قوامها حلو قوي. نبل ايدينا زيت او ميه علشان ما تلزقش مننا. وهنحطها كده. بس كده سهله وبسيطه خالص. العجينه ما خدتش وقت مننا اهو. ون ايه، ونغطيها بقى لحد ما تختمر عندنا. سيبوها حوالي ساعة كده يعني. خلاص. هبل ايدي بقى واغطيها. بصوا يا حبايبي، كده بعد ما ايه، ما شاء الله يعني ايه، نفتح بقى على ايه، شايفين ثمرت عندنا اهو. بس كده نشيل الايه، الكيس اللي احنا حطيناه من كتر ما ثمرت ايه، مسكت عندنا. كده دهنت ايدي زيت كده واعملها كده ايه. خلاص هي كده ما شاء الله اختمرت عندنا. اديني ايدك زيت كده او شويه ميه كده وايه، عشان ما تلزقش في ايدك. هي كده خلاص العجينه ما شاء الله عليها. خلاص. طلع الهوا منها كده بقى. خلاص عرفنا عجينتنا كده، اختبرناها. بصوا عندنا هنا نرتب بقى العجينه. عندنا هنا ايه، عندنا هنا طماطم متقطعه مكعبات او اي تقطيعه، وعندنا هنا فلفل رومي وفلفل سبايسي. عندنا هنا شويه زيتون، وعندنا هنا ثواني بس اغسل ايدي وارجع له. وعندنا هنا شويه زيتون كده كانوا عندنا. وعندنا هنا ايه، شويه صلصه كده. برطمان الصلصه كان فيه كام معلقه كده، حطيت عليهم شويه فلفل اسود وشويه كمون وكزبره وشويه شطه وبصل بودر وتوم بودر، وعملته زي ما انتوا كده شايفين.
وعندنا هنا كانت عندنا علبه تونه. بصوا يا حبايب قلبي الجدب الموجوده، يعني ايه الجدب الموجوده؟ كنت دايما بسمعها كده زمان، يعني ما كنتش افهم معناها، بس دلوقتي طبعا بقى لما كبرنا وخلفنا عرفنا معناها. يعني ايه الجدب الموجوده؟ يعني لو حد جه عندك ضيف، اي حاجه عندك حطها له، جودي بالايه، بالاكل اللي موجود عندك. وبرده الجدب الموجوده لو انا عايزه اعمل وصفه زي كده، انا هعمل دلوقتي طبعا ايه، هعمل بيتزا. ولادي قالوا لي عايزين بيتزا، والبيتزا دي طبعا دلوقتي احنا كده حوالي بعد المغرب يعني. فطبعا ايه، هجيب كل الحاجات اللي عندي الخضار وهعمل لهم ايه، البيتزا اللي هم عايزينها. هنقول لا واقفه على حاجه؟ لا، عندنا علبه تونه، عندنا صلصه، عندنا زيتون، عندنا فلفل، عندنا طماطم وشويه توابل، وعندنا دقيق. فكل حاجه موجوده. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده عندنا هي الجبنه. وعادي خالص البيتزا ممكن تعمليها من غير جبنه عادي. على فكره في محلات يعني اللي هي الفرونت بتبيع بتعمل البيتزا بطماطم، وبتعملها بفلفل وزيتون وخلاص كده، والحمد لله وبنشتريها ساعات وبتبقى حلوه يعني. فهي تبقى حلوه عندنا. احنا صفينا كده الايه، الزيت، يعني كان زيت كتير، صفيناه من الايه، من تونه. علبه تونه قطع اهي، نفضيها كده. هنعمل بيتزا بالتونه. وهن ايه، نحط المكونات كده في بعضها اكنك هتعملي سلطه ايه، تونه. وهنحط برده الفلفل، اي خضار عندك. بصي سوسيس عندك، عندك طماطم وفلفل وجبنه، عندك لانشون، اي حاجه. بصي حشوه البيتزا دي اي حاجه عندك تعمليها عادي خالص. شايفين اهو، اي حته قطعه كده عشان دي تونه قطعه مش مفتته. يعني لو هتعملوها، لو اشتريتوها يعني مش عندكم زي كده، لو مفتته تبقى احسن يعني. خلاص. وهننزل برضو بالزيتون اللي عندنا. ما تصعبيش على نفسك الامور، اي حاجه موجوده. يعني الصلصه دي انت ممكن تعملي تسبكي طماطم عادي خالص، افرمي كام طماطميه كده وبتاع ده، وتحطيهم على النار وتنزلي بالتوابل اللي عندك عادي خالص. بس انا كان عندي صلصه فبسقي على نفسي. بصوا يا حبايبي كده خلاص اهو، فتتنا كل المكونات في بعضها والخضار. هننزل بايه، عندنا هنا ملح، وعندنا بصل بودر وتوم بودر، وعندنا كزبره وكمون وفلفل اسود وشطه. كله كده هنزل بيه ايه، مره واحده. وطبعا انا برضو كل التوابل دي حطاها في الايه، في معجون الطماطم او صلصه الطماطم اللي عندنا. واقلب بقى كل المكونات اهي. احنا بقى ساعات لما بيكون عندنا تونه على فكره يعني، لما نكون مش عايزين نعمل بيتزا بنعملها كده وناكلها عادي خالص. تعمليها كده سلطه تونه جميله، ما بتتخنش بقى، وحاجه ايه روعه. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم تستخسروش فيا يعني. بصوا حتى لو استفدتوا تكايه صغيره خالص او ما استفدتوش يعني هتفيدوني. لايك وشير كده باذن الله، وصلوا على النبي قبل اي حاجه. الصلاه على النبي دي بركه اي حاجه كده يعني. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودوسوا بقى ايه، لايك وشير، متابعه، اشتراك، يعني اي حاجه في منوعات واكلات سهله وبسيطه. اي حاجه تيجي منكم انا ايه، راضيه بيها يعني. خلاص كده. بصوا بقى يا حبيبي، يا حبايبي، يا قمرات، هنعمل هنا بقى ايه، بيتزا جامبو. انا ما بحبش الفرد، وما بحبش اقعد بصوا افرد واحط دقيق ولا. بص سهلي على نفسك، هي الامور سهله وبسيطه. اخد شويه دقيق كده، ليه بقى نصعب على نفسنا الامور؟ هوريكم انا طريقه كده، ولا فرد ولا اي حاجه خالص. اللي بيحب يعمل حاجه يقول لك لا اصلها صعبه. بصوا، ده انا هعمل هنا ايه ما شاء الله يعني بيتزا جامبو كبيره زي ما انتم شايفين كده. وهعمل كمان واحده في صينيه صغيره ايه، علشان جوزي لما يجي احنا ناكل دي انا والعيال، وهو ايه مع نفسه بقى. خلاص هجيلكوا دلوقتي. بصوا يا حبايبي، شايفين انا بعملها ازاي؟ ادهن بس الصينيه اللي عندي كده، واطلع الحروف كده، ادهنها شويه زيت خلاص عشان ما تلزقش مننا. بصوا اهو، هتطلع والله بيتزا. ده دلوقتي طالع بيتزا ايه، هبعملها معاكم بعد كده، اللي هي البيتزا السايله، اللي هي بتعملي كانك بتعملي كيك كده ايه وتحطيها. فمش لازم بقى بصراحه اقعد ابهدل الرخامات وانا تعبانه يعني، واقعد كل شويه اقعد افرد وكده. لا، طب ما هي ايه هتبقى زي الفل، حاجه كده اللهم بارك يعني. خلاص نفرد دي كده. وبرده نفس الطريقه، شايفين صاج قد ايه، هقعد افرد برده كده. شايفين ما شاء الله يعني. افردها كلها بقى واجي اوريكم ايه اهو بايديكم كده، هتقعدوا تفردوا كده اهو. بس اهم حاجه انا دهنه الصاج اللي عندي او الصينيه زيت، علشان العجينه ما تبقاش لازقه في ايدي. وهو هقعد افرد كده واوريكم بعد ما نفردها. بصوا يا حبايبي كده بعد ما فردناها اهو. بصي مفيش حاجه صعبه، سهلي على نفسك، كل حاجه سهله.
ما عندكش طماطم يعني شويه صلصه على طول هتعملي، ولا دقيق ولا فرد ولا اتبهدلت الخامات. بصي هي بيتزا، يعني هي بيتزا هتتاكل بيتزا. خلاص سهلي على نفسك الامور اهو كده. بصوا بقى الصلصه كده هدهن الايه، هدهن يعتبر دي كده، وادهن برضو الايه الصينيه دي، ونحط الحشو عليه بس كده. حبايبي كده خلاص فردنا اهو، هنحط الحشوه بتاعتنا. احلى بيتزا باذن الله، سهله وبسيطه اهو. سلام بقى لو كان عندي جبنه، جبنه بتديها طراوه كده ومطه حلوه قوي، بس عادي يعني بتبقى حلوه برضو. لو لقيتوا كده الطماطم منزله كده والتونه ميه ما تحطوهاش عشان ما تطريش العجينه عندكم. خلاص نصفي الميه، نحط برضو الايه، هنوزع كده كده، وبعدين ايه نفرد براحتنا الحته اللي ما فيهاش والحته اللي فيها. وزعي يعني هتلاقي عينك كده بالمعيار. خلاص كده بقى نحطها في الفرن في الرف اللي في النص على درجه حراره حوالي 200 يعني. وبعد كده بقى نطلعها احلى بيتزا ايه هناكلها. يلا هنروح بقى ايه نفردها ونحطها في الفرن. شايفين يا حبايبي ما شاء الله، بصوا البيتزا الجامبو بتاعتنا حجم عائلي، والصينيه الصغيره اهو ما شاء الله حاجه كده اللهم بارك، يعني شكلها قبل ما تخش الفرن جميله، امال لما تطلع تبقى عامله ازاي. نحطها في الفرن بقى ونقدمها لكم احلى بيتزا ان شاء الله من ايدي، منوعات واكلات سهله وبسيطه. حبايبي كده خلاص اهو طلعنا البيتزا زي ما انتم شايفين، حاجه كده اللهم بارك، يعني حاجه روعه. من كيلو دقيق عملنا كل الكميه دي، ولسه صينيه كمان هحطها في الفرن. يعني حاجه كده مش مكلفه، ولادك عايزين حاجه نظيفه تعمليها في البيت، وفي الغلا اللي احنا فيه ده حاجه مش مكلفه خالص. ولا تقعدي برده تفردي، اللي بيقعدوا يقولوا البيتزا بنقعد نفرد ودقيق وبنبهدل، لا بصوا زي ما انا قلت لكم كده، حاجه كده اللهم بارك عملت لنا. بصوا عايزه تقطعيها مربع عادي، عايزه تقطعيها زي ما انت كده مثلثات عادي براحتك خالص. حاجه سهله وبسيطه، يا رب الوصفه والفيديو يكون سهل وبسيط واستفدتوا ولو حاجه صغيره خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.